خليك صريح مع نفسك، انت متأكد انك مش بتاكل سكر كتير؟ الحقيقة ان اغلب السكر اللي بيدخل جسمك انت اصلا مش واخد بالك منه. طب تخيل معايا كده يا كوتش ايه اللي يحصل لجسمك لو بطلت سكر 30 يوم. خليك معايا للنهاية علشان الصورة تبقى واضحة. اول اسبوع هيكون صعب شوية، صداع، تعب، ومزاج متقلب، وده طبيعي جدا مش ضعف منك، لان جسمك متعود على السكر وفجأة اتحرم منه. الجسم هنا بيطلب حاجة كان معتمد عليها طول الوقت. بعد حوالي 10 ايام تبدأ تحس ان جسمك اهدى، الطاقة بقت ثابتة، مش طالعة ونازلة طول اليوم زي الاول، النوم يتحسن والتركيز يزيد، وده لان السكر في الدم بدأ يستقر من تاني. مع الاستمرار ده كله جسمك يبدأ يحرق دهون خصوصا في منطقة البطن، مش لانك جعان ولا لانك معذب نفسك، لكن لان الانسولين بقى متظبط من تاني، وده يخلي الجسم يستخدم الدهون كطاقة بدل ما يخزنها. وفي الفترة دي بتلاحظ كمان حاجة مهمة بتحصل، ان شهيتك قلت بكتير عن الاول، ونوبات الجوع قلت، والتحكم في الاكل بقى اسهل. السكر ما بقاش هو اللي ماسك الدركسيون. بس خلينا نكون واضحين، مش كل سكر عدو. سكر الفاكهة غير السكر المضاف اللي في الحلويات والمشروبات. المشكلة دايما في الكمية مش في الفاكهة. اقطع السكر فترة مش حرمان، ده تدريب انك تتحكم في اكلك مش العكس، والجسم فعلا بيتغير لما تفهمه. ومع بايوفورما هنا بنفهم جسمنا مش بنحاربه.